عمرك بدأت شغلانة جديدة أو مشروع جديد وكنت بتنجز في يوم اللي بتعمله في أسبوع، الدنيا ماشية زي الحلاوة، وبعدين فجأة بدون أي مقدمات لقيت الدنيا كلها بتبطأ واللي بتعمله في 10 دقايق لقيت نفسك بتعمله في 3 وفي 4 ساعات، الحاجة ما بتخلصش وبتتراكم فوق دماغك، بتوصل لمرحلة إنك عشان تعمل تعديل بسيط بتبذل أضعاف المجهود اللي كنت بتبذله، بتحس إن أنت عايم في عسل مش في مية، أو إن أنت مثلا بتزق في حيطة. احب اقول لك ان دي مش صدفه، وان انت مش لوحدك، وده مش كسل. دي ظاهره معروفه عندنا في السوفت وير انجينيرنج اسمها تكنيكال ديبت او الديون التقنيه. خليني اقول لك ازاي تخرج من الفخ ده قبل ما مشروعك ينهار خلال الفيديو مع بعض. عشان نفهم اللي حصل ده حصل ليه وايه اللي وصلنا للمرحله اللي احنا فيها دي، تخيل معايا كده لبعض الدقايق ان انت نجار وطلب منك انك تعمل كرسي خلال 10 دقايق. العشر دقايق ده وقت غير كافي لان انت تجيب شنيور ومنشار ومسامير وتهتم بنظافه الكرسي قدر الامكان. فقررت ان انت هتجمع مجموعه الخشب وتلزقهم بشويه سولوتيب عشان يطلع الكرسي اللي انت شايفه قدامك ده. لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي انت حققت السرعه وعملت الكرسي فعلا وسلمته للراجل والعميل مبسوط. المشكله بقى بتيجي لما يجي لك العميل بكره يقول لك انا عايز اطول رجل الكرسي شويه، او انا عايز اوسعه شويه، او انا عايز اخليه يتحمل وزن اكتر، او عايز اغير لونه. هنا بقى بتيجي الكارثه الحقيقيه، لان الكرسي بتاعك مش مصمم لان انت تفك اللزق وتعدل وترجع تلزق تاني، ده هي لزق مره واحده. فعشان تعدل الكرسي ده انت محتاج تكسره وتبنيه من الاول. في اللحظه دي بس بتكتشف ان سرعتك امبارح ال10 دقايق اللي خلصت فيهم الكرسي ما هم الا شلل للنهارده وخساره فلوس وضياع موارد ووقت الراجل ووقتك، بسبب ان انت كان هدفك الاساسي هو ان انا اخلص بسرعه بس. ده على فكره بالظبط اللي بيحصل في شغلنا كلنا، مش للسوفت وير انجينيرنج بس. زي مثلا الجرافيك ديزاينر اللي كل حاجه بيسميها فاينل 1 فاينل 2 فاينل 3 فاينل ان شاء الله، كل اللي هو بيعمله ده بيكركب فوق دماغه حاجات هتخليه اسهل يقعد يرسم الحاجه من انه يرجع يدور في الحاجات القديمه. المشكله هنا ان احنا بننسى قانون فيزيائي مهم جدا اسمه الاحتكاك. لما بتعمل شغل بسرعه او من غير انتظام فانت بتخلق فوضى او انتروبي في السيستم بتاعك. الفوضى دي عامله زي شويه رمل محطوطين في ترس وبيلف. اول يوم الرمل ده مش هيبقى كتير فالترس يعرف يلف عادي، تاني يوم الموضوع هيبقى فيه فريكشن اكتر، تالت يوم السيستم بتاعك هيقف تماما. فاللي بيحصل هنا ان انت مش بطيء، انت بتتحرك في بيئه مليانه فريكشن بسبب الفوضى اللي انت خلقتها لما استعجلت في الاول. طيب الحل ايه؟ هل الحل ان احنا نكون بطاء وموسوسين ونقف عند كل حته نفضل ندرس فيها كل التفاصيل، ولا الحل ان احنا نكون اسرع حاجه ونلاقي نفسنا دخلنا في تكنيكال ديبت؟ اكيد لا، لان السوق اللي احنا شغالين فيه محتاج سرعه ومحتاج ذكاء، فخليك سريع كده بذكاء، يعني ما تبقاش ولا ده ولا ده. الحل في مبدأ بسيط كده بيقولوه في المطابخ الكبيره اسمه كلين از يو جو. يعني ببساطه لو انت اضطريت تستخدم اللزق في الكرسي بتاعك فلازم تبقى وانت بتستخدمه عامل حسابك في الوقت اللي هتقعد تصلح فيه ده. فلو ملفاتك مثلا اتبهدلت، الراجل بتاع الجرافيك ديزاين اللي كنا بنتكلم عنه بتاع فاينل ده خصص وقت واقعد رتب فيه ملفاتك. انا ما بقولكش ان كل حاجه لازم تسميها زي ما هي وتحطها في مكانها المظبوط، لا، يعني احيانا هتحتاج ده واحيانا هتحتاج ده، لكن ان كيس ان انت وصلت لمرحله ان انا محتاج اتحرك بسرعه وفي شويه فوضى اتعملت، لازم ابقى مخصص لها وقت اقعد فيه علشان اقعد اصلح كل الكركبه والبهدله اللي حصلت ورايا. لانه ببساطه تكلفه الصيانه او الساعه اللي انت هتقعد تحطها عشان ترتب فيها حاجتك ارخص بكتير من تكلفه اعاده البناء من البدايه، انك تكتشف ان المشكله حصلت والسيستم وقع وانت محتاج تبتدي تبني من الاول. وقولوا لي كده في الكومنتس ايه اكتر حاجه في شغلكم بتعمل لكم زحمه وبتعطلكم في شغلكم، ويعني اشوفكم الفيديو اللي جاي.